هنعمل study vlog سوا. هنذاكر وانا بذاكر معاكم هاخدكم تايم لابس وهشرح لكم طريقة المذاكرة بتاعتي اللي انا بذاكر بيها. ليه ما اتغيرتش يعني، ولكن هقولها لكم عشان برضو بتسألوني عليها كتير. واي حاجة كده في الطريقة هقول لكم الاقلام اللي مثلا بستخدمها، الحاجات اللي انتوا بتسألوني عليها كتير قوي على تيك توك. فممكن وانا بعمل فويس اوفر للستادينج تايم لابس اجاوبكم عليها. الحمد لله اول ما صحيت عملت السكين كير روتين بتاعي وشربت قهوه. ما تستغربوش في الفيديو ده لو لقيتوني بشرب قهوه كتير عشان انا بحب حاجه اسمها قهوه. فيلا بينا نبدا، مش عايزه اطول عليكم، واتمنى انه الفيديو ده يكون بيشجعكم بما ان الفاينلز قربت. الفاينلز بتاعتي قدامها 9 ايام فلازم نذاكر كويس قوي. معظم الحاجات اللي انا هذاكرها النهارده هي حاجات انا مفتحاها من زمان، فاهمين؟ يعني مثلا مذاكره نص محاضره فهذاكر نصها النهارده، فاهميني؟ فعشان كده التو دو ليست اللي انا هعملها تبقى في حاجات كتير شويه، بس هي في الحقيقه انصاص حاجات، فهمتوني؟ فيلا بينا نبدا. اول حاجه عملت التو دو ليست بتاعتي وبعدين بدات ان انا اذاكر الفيرست ايد، دي اسعافات اوليه. طريقه مذاكرتي تقليديه جدا، بجيب الكراسه وبكتب اللي موجود في الباوربوينت او البي دي اف او ايا كان بنفس الطريقه، ولكن الحاجات المهمه بس، يعني بطريقه مش مختصره، ولكن مثلا اختصر حاجات كتير قوي. يعني ما بكتبش جمل كامله، ما بكتبش رغي كتير، بس الحاجات المهمه عشان اركز عليها. وانا بكتب اقرا بصوت عالي وبحفظ بصوت عالي الحاجه وبهايلايت الكلام المهم. وبعدين بعد ما بخلص بكتب اسم الليكتشر دي وبحط لها ستيكي نوت علشان لو حبيت ارجع لها قبل الامتحان اراجع عليها فابقى عارفه دي محاضره ايه. وزي ما هتشوفوني في اخر الفيديو عامله حاجه زي تشيك ليست، اللي هو بتبقوا حاطين عدد المحاضرات بتاعتكم واللي بتخلصوه بتعلموا عليه. لو انا عندي مثلا 12 محاضره فببقى كاتبه ايه اللي انا خلصته، ايه اللي انا ما خلصتوش، اللي خلصته بعمل عليه هايلايت علشان قبل الامتحان ابقى عارفه ايه اللي انا ذاكرته وايه اللي انا مذاكرتوش، او ايه اللي هذاكره وايه اللي هراجعه. فهمتوا؟ هتشوفوا في اخر الفيديو. وهنا بقى كنت بدات ان انا اجاوب على الاساينمنتس بتاعتي، كانوا 2 وكان اخر يوم هيقفلوا فيه هو النهارده. واحد زي ما شفتوا جبت فيه 80%، ده حلو عامه. والتاني هو جبت فيه 90%، ده حلو. كده كده الحاجات دي اصلا اعمال سنه يعني. نرجع تاني، دايما بحسب وقت المذاكرة بتاعتي. مثلا وانا قررت ان انا هذاكر ساعتين، فمين اللي هيحسب لي الوقت؟ هو برنامج اسمه فورست. هل ده اعلان؟ لا مش اعلان، وطبعا معظم يعني الناس اللي بتتابعني عارفاه. هو حلو جدا، بيقعد يزرع لكم كده اشجار كل ما تذاكروا اكتر. فانا مثلا بظبطه على ساعتين او 3 ساعات، ولكن 3 ساعات ده بيبقى كتير ومش بلتزم بالوقت يعني بالظبط. وبعدين باخد مثلا بريك نص ساعة، ولكن للأمانة النص ساعة دول بيبقوا ساعة أو ساعات أصلا اليوم كله، فبيبقى على حسب المود. أنا رجعت زي ما شفتوا خلصت 3 حاجات من على التو ليست، وعملت ايست كوفي عيش حقيقي، هو سبانيش لاتيه عشان معمول بحليب مكثف، مش كله طبعا، يعني حاطه شويه. انا مبسوطه قوي ان انا خلصت 3 حاجات من على التو ليست، انتوا مش متخيلين يعني دي ما بتحصلش. انا اصلا صحيه متاخر لان انا نايمه امبارح متاخر، فصحيه متاخر، فحلو قوي ان انا اكون خلصت 3 حاجات. ودلوقتي ان شاء الله هذاكر بقى بقيه السيوتكس وهاخدكم معايا. فيلا بينا، بقيلي تقريبا فيها 5 سلايدز 4 سلايدز حاجة كده، فمش كتير. فبحب ان انا اخلص الاول الحاجات اللي بتتعمل بسرعة عشان اتشك التو دو ليست، فيبقى بالنسبة لي الموضوع لذيذ وكده، واحمس نفسي واتشجع عشان انا بمشي نفسي بالزق. فيلا بينا نكمل. وقعت قهوة على السجادة. هقول لكم بقى على تكنيك حلو قوي قوي في المذاكره انا برضو اكتشفته، ولكن استمريت عليه مش كتير، بس المره اللي انا استمريت فيها كان حلو قوي قوي وجبت درجه في ماده صعبه كويسه جدا. وهي طريقه اسمها الاكتيف ريكول والسبيسد ريبيتيشن. يعني ايه الكلام المجعلص الكبير ده؟ هي بالبلدي كده سؤال وجواب. طب ازاي؟ في ويب سايت كده انا
يعني اكتشفته هو اسمه شغوف بايت. قبل كده عملت عنه فيديو. بتدخلوا له الPDF وبيطلعه لكم اسئله، ممكن اسيب لكم اللينك في الديسكريبشن. هو حلو قوي لان هو متقعدوش تبذلوا وقت ومجهود في ان انتوا تعملوا الفلاش كاردز دي، فهمتوني؟ فده اللذيذ فيه يعني. فمن الاخر هو زي ويب سايت بيسمع لكم وبتشوفوا اجاباتكم كانت صح ولا لا. فده كويس، ولكن مع الاستمراريه. يعني مثلا بعد ما ذاكرت المحاضره مثلا هعمل الموضوع ده في يوم، وبعدين مثلا ب5 ايام اعيد عليها تاني بنفس الطريقه، فهمتوا؟ هنا بقى انا كنت بذاكر سيوتكس ولكن مش مذاكره. كنت حاضرة المحاضرة دي في الجامعة، ولكن كان في حاجات واقعة مني كتير، فشفت قبل كده انا كنت كاتبة ايه وكده، بدأت ان انا اكتبه بطريقة مقبولة شوية. ودايما بشكل عام انا بحب لو انا مش حاضرة المحاضرة اسمعها تاني كده، لانه لما تسمعوا المحاضرة من الدكتور سواء بالريكورد او بالحضور ده بيثبت المعلومة في مخك. خلصت السيوتكس الحمد لله، همسحه من على التودو ليست بتاعتي. ودلوقتي هاخد بريك، ممكن اتفرج على حاجة واكل سناكس. انا عايزة بجد اوريكم شيبسي انا دقته تحفة جدا، اسمه سول يا جماعة، حلو جدا وبديل مصري تحفة، شبه برينجلز قوي. هو حلو. انا دقت اللي هو مش عارفة حاجة بالاونيونز كده، مش فاكرة اسمه بالظبط، بس هوريكم صورته. نسيت اقول لكم على حاجة. امبارح عملت فيجن بورد، بما ان خلاص باقي كام يوم على 2024 تقريبا، اسبوع او 8 ايام، فعملت فيجن بورد وعملت عليها فيديو على تيك توك لو عايزين تعرفوا انا عملتها ازاي، وهوريها لكم هنا برضو دلوقتي. انا obsessed بجد، عملت لي موتيفيشن غير طبيعي يعني. حرفيا امبارح ما كنتش طايقه مذاكره ومش عايزه اذاكر، بس ما كنت حطيتها بقى جنبي وكده، اللي هو حرفيا انا هذاكر دلوقتي حالا علشان اتشيف اللي عليها، لان انا حاطه صوره ان انا عايزه اجيب A+ وكده. فاهمين؟ عارفين انتوا لما اللي هو عارفين في حديث فيما معناه بيقولك تفاءلوا بالخير تجدوه. يعني انا لو قلت ايه ده، لا ما انا ورايا تراكمات كتير قوي وما ذاكرتش بقالي كتير ومش عارف ايه، فاكيد انا مش هجيب الدرجه الفلانيه. وعارفين التشاؤم ده فعلا هتجيبوا وحش، بس لو انتوا اتفائلتوا عن تجربة والله بجد 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 هتجيبوا حلو، حتى لو انتوا مش مذاكرين قوي او وراكوا حاجات كتير، بس بطريقة او التانية بجد بجد ربنا هيوفقكم وهتجيبوا اللي انتوا عايزينه يعني. فده اللي انا كنت عايزة اقوله. فتعالوا ناخد بريك سوا، وبعدين بقى نرجع نعمل الكلينيكال بايوكيمستري. دي مادة يعني انا بلاش تشاؤم. تعالوا اقول لكم بقى على الشيبسي ده. هو ده بالساور كريم والهربس، مش بالاونيون اصلا. اهو محتفظه بالكيس، معرفش ليه، ولكن علشان كنت اجيب زيه. ده انا دقته هو حلو، فتعالوا ندوق ده اقول لكم رايي فيه. طبعا تودو براونيز ده يعني ده عشق حياتي، ده معروفه يعني، فطبعا انا مش هاكل كل ده يعني. هدوق ده وده، وبتفرج دلوقتي على جيلمور جيرلز وانا باكل. جماعه انا بموت في المسلسل ده. انه روري، شايفين البنت دي؟ انا مش عارفه حقوق النشر كده هتركز ولا لا، بس هي بتديني موتيفيشن ان انا اذاكر، فهمتوا؟ بس فانا مش عايزه ابين الفيديو عشان الكوبي رايتس وكده. ده طلع تحفه قوي، هو بالكمون. انا مبحبش الكمون، بس هو حلو قوي، حلو. بس ده ستيل عندي نمبر 1، ده اديله 10/10، ده اديله 8/10. بس كده قعدت اذاكر شوية clinical biochemistry، وبعدين عملت شوية editing للفيديو ده ورحت انام. وبس كده، اتمنى انه الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب. وبس كده، اشوفكم في الفيديو جاي. باي.